أهلا بكم مشاهدينا الكرام في تغطيتنا الإخبارية العاجلة. إليكم التفاصيل. تراجع كبير للأسعار في قطاع اللحوم. تخفيض أسعار 27 دواء بالمغرب. أسعار الخضر استمرار الارتفاع. وغير مسبوق إحداث دبلوم جامعي سجني. حريق مهول يلتهم حافلة لنقل المسافرين بين ورزازات والرشيدية. قبل الخوض في تفاصيل لا تنسوا الإعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة ليصلكم كل جديد. أهلا بكم. أفادت مصادر متخصصة بأن أسعار اللحوم الحمراء في السوق الوطنية بدأت تشهد انخفاضا ملحوظا في المجازر الكبرى، حيث تراوحت الأسعار بين 70 و 85 درهما، ما يعكس تأثير عمليات الاستيراد المستمرة التي بدأت تظهر نتائجها قبل أيام قليلة من بداية شهر رمضان المبارك. وذكر محمد جبلي رئيس الفيدرالية المغربية للفاعلين في قطاع المواشي أنه هناك تراجع ملحوظ في الأسعار في سوق الجملة والمجازر الكبرى، مع انخفاض بات ملحوظا في سعر لحم العجل الذي فقد حوالي 5 دراهم للكيلوغرام الواحد، مع توقعات باستمرار هذا الانخفاض. وأضاف جبلي في تصريحات إعلامية أن الطلب على اللحوم في السوق المحلية يشهد انخفاضا، مؤكدا أن أسعار لحوم الأغنام قد تراجعت في المجازر الكبرى لتصل إلى 110 دراهم بعد أن كانت تبلغ 125 درهم قبل أيام. وفي خبر آخر، كشفت وزارة الصحة والحماية الاجتماعية عن تخفيض أسعار 27 دواء، من بينها أدوية باهظة الثمن تستخدم في علاج بعض أنواع السرطان، وذلك وفقا لقرار جديد صادر عن وزير الصحة. وينص القرار عن مراجعة أسعار بيع الأدوية الأصلية والجنيسة والمماثلة الحيوية المتوفرة في المغرب، والأمر يتعلق بأدوية تدخل في علاج سرطان الثدي والقولون والمستقيم والكبد، وهي أدوية مكلفة جدا. وانتقالا إلى موضوع آخر، تشهد أسعار الخضر خلال هذه الأيام ارتفاعا ملحوظا على غرار الارتفاع الذي عرفته في أوقات سابقة، الأمر الذي يؤثر على القدرة الشرائية للمواطنين، خصوصا إذا علمنا أن أنواعا عديدة من الخضر تجاوز ثمنها 10 دراهم بالرغم من وفرتها. وتعود أسباب ارتفاع أسعار الخضر بشكل عام إلى عوامل أبرزها الجفاف وعامل التصدير، بالإضافة إلى تكلفة النقل نتيجة غلاء أسعار المحروقات، كما صرح مهنيون هناك. بل أضافوا أن موجة البرد التي تضرب مجموعة من المدن المغربية هذه الأيام تسببت هي الأخرى في هذا الغلاء. ويذكر أن تقريرا سبق أن أعدته اللجنة الاستطلاعية التي أشرفت عليها لجنة القطاعات الاجتماعية بمجلس النواب كشف أن الأسباب الرئيسية وراء ارتفاع الأسعار تتمثل في العدد الكبير للوسطاء وعدم خضوعهم لما يكفي من المراقبة. وفي حدث غير مسبوق، أعلنت المندوبية العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج بشراكة مع جامعة الحسن الثاني وكلية الطب والصيدلة بالدار البيضاء وبدعم من صندوق الأمم المتحدة للسكان عن إحداث دبلوم جامعي في الطب السجني في مبادرة رائدة وغير مسبوقة في إفريقيا والعالم العربي تجسد أهمية هذا التخصص الطبي الفريد. وقد تم إعداد برنامج هذا الدبلوم ليكون شاملا ومتعدد التخصصات، مما يتيح للأطر الصحية العاملة في المؤسسات السجنية فرصة اكتساب المهارات الضرورية التي تتماشى مع متطلبات بيئتهم المهنية، مع مراعاة الأبعاد الأخلاقية والتنظيمية والطبية لهذا المجال. كما يهدف إلى تعزيز قدرات الأطباء للاستجابة بفعالية للتحديات الخاصة بتقديم الرعاية الصحية داخل المؤسسات السجنية. وفي خبر مؤسف، اندلع حريق مهول خلال الساعات الأولى من صباح اليوم الخميس في حافلة لنقل المسافرين على مستوى الطريق الوطنية رقم 10 الرابطة بين ورزازات والراشدية. وأفاد مصدر أن الحريق اندلع بشكل مفاجئ أثناء سير الحافلة على مستوى المقطع الطرقي بين قلميمة والتنجداد، الأمر الذي تسبب في حالة من الهلع وسط الركاب الذين تمكنوا من مغادرة الحافلة قبل أن تلتهمها ألسنة النيران بالكامل.
وأضاف المصدر ذاته أن الحادث لم يسفر لحسن الحظ عن أي خسائر بشرية، فيما تسبب في خسائر مادية كبيرة للحافلة التي تحولت إلى هيكل متفحم. وقد استنفر الحادث ممثلي السلطات المحلية وعناصر الوقاية المدنية الذين حلوا بمكان الواقعة، حيث تم إخماد النيران ومنع انتشارها، فيما فتحت الجهات المختصة تحقيقا في الحادث لمعرفة أسباب الحريق، وذلك بتعليمات من النيابة العامة المختصة. وفي نفس السياق تعرض 25 عاملا للاختناق على إثر تسرب غازي وقع مساء أمس الأربعاء بمصنع يازاكي المتخصص في تركيب أجزاء السيارات بالمنطقة الصناعية الدولية ولاد بورحمة بمدينة القنيطرة. الحادث استدعى تدخل عشرات سيارات الإسعاف لنقل المصابين إلى قسم المستعجلات بمستشفى الإدريسي لتلقي الإسعافات اللازمة. الواقعة خلفت حالة من الاستنفار في مستشفى الإدريسي، كما خلفت حالة من الهلع في صفوف العمال وذويهم. وفيما يخص مقاييس الأمطار المسجلة بالمملكة خلال 24 ساعة الماضية، وذلك حسب المديرية العامة للأرصاد الجوية: الدار البيضاء 9 ملم، النواصر 6 ملم، خريبقة 5 ملم، إفران ميدل تطمليل 4 ملم، بن سليمان والحاجب 3 ملم، راشدية فاس المحمدية سيدي سليمان سطات 2 ملم، بن قرير الدار البيضاء الميناء 1 ملم، آسفي سلا تازا تطوان أكادير إنزقان مكناس مراكش توريرت أقل من مليمتر. وقبل ختام نشرتنا الإخبارية، حملت التساقطات المطرية التي عرفتها جهة الشرق خلال الفترة الأخيرة بشائر الخير للفلاحين والكسابة، في وقت شهدت فيه المنطقة فترات جفاف جراء التقلبات المناخية التي أثرت بشكل كبير على المردودية الفلاحية. ورغم تباين مستويات هذه التساقطات من إقليم لآخر، فإن تأثيرها الإيجابي يبدو جليا على المخزون المائي بالسدود والفرشات الجوفية وعلى مختلف القطاعات الفلاحية والرعوية، ما يعد بموسم فلاحي جديد يتسم بتفاؤل حذر في انتظار المزيد من الغيث لتعزيز الإنتاج الفلاحي خلال الأشهر المقبلة. وفي هذا الصدد أكد المدير الجهوي للفلاحة بجهة الشرق محمد يعقوبي أن المعدل التراكمي لتساقطات المطرية التي عرفتها الجهة بلغ 77.1 ملم بتراجع طفيف بنسبة 8% مقارنة مع نفس الفترة من الموسم الفارط، فيما تصل نسبة التراجع إلى 50% مقارنة بموسم عادي، مشيرا إلى أن أعلى معدل سجل بإقليم فيغيغ ب 133.6 ملم، في حين سجل إقليم الدريوش أدنى معدل ب 53 ملم. وأوضح اليعقوبي أن هذه التساقطات ساهمت بحكم تغطيتها لعالية الأحواض المائية للسدود المتواجدة بالجهة في تحسين حقينة السدود التي بلغت 270 مليون متر مكعب، أي بزيادة 49% مقارنة بالفترة ذاتها من الموسم الفارط، إضافة إلى تحسين مستوى الموارد المائية الباطنية، حيث ارتفع منسوب المياه وصبيب الآبار والأثقاب المتواجدة بالجهة.